السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حكايات الطريق مع نور الدين. قناتنا تهدف إلى استكشاف قصص الطريق وتقديم تجارب فريدة أثناء السفر، سواء كنت من عشاق المغامرات أو محبي استكشاف الأماكن الجميلة، فأنت في المكان المناسب. اليوم سنتحدث عن موضوع مميز، ألا هو الطرقات المغربية. المغرب يعرف بتنوع مناظره الطبيعية وجمال طرقاته التي تأخذك من الجبال الشاهقة إلى الصحراء الذهبية، من الطريق الساحلي الرائع في تطوان إلى ممرات الأطلس الكبير. ستجد نفسك مبهورا بتضاريس فريدة وأجواء تنبض بالحياة. ولن ننسى الطرقات التاريخية التي تربط المدن القديمة مثل فاس ومراكش، والتي تروي فقط قصص الحضارة المغربية، بل تحمل عبق التاريخ. إذا كنت سائقا أو مسافرا على الطرقات المغربية، ستلاحظ مزيجا بين الأصالة والحداثة، مع شبكة طرق متطورة تسهل التنقل والاستكشاف. ابقوا معنا. في هذا الفيديو سنتوقف عن أحد المواضيع المميزة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتجربة الثقافية، وألا وهي الطرقات المغربية. المغرب، هذا البلد الساحر، يقدم تجربة فريدة لكل من يسافر عبر طرقاته. تخيل نفسك تقود سيارتك بين جبال الأطلس، حيث الهواء النقي والمناظر تأخذك بعيدا عن صخب الحياة. أو ربما تسلك طريقا يمر عبر الصحراء، مثل الطريق الذي يربط مدينة ورزازات بمراكش عبر ممر تيزين تيشكا، أحد أجمل الطرق الجبلية وأكثرها إثارة في العالم. ولا يمكننا أن ننسى الطرق الساحلية، مثل الطريق الذي يمتد على طول المحيط الأطلسي، حيث الرمال الذهبية تلتقي مع زرقة البحر. إنها ليست مجرد طرق للسفر، بل مغامرات مليئة بالتحديات والجمال الطبيعي. أما إذا كنت تسافر بين المدن المغربية العريقة، ستجد نفسك أمام شبكة طرق عصرية تسهل عليك التنقل. يمكنك التوجه إلى فاس التاريخية، أو اكتشاف زوايا مراكش الحمراء، أو حتى التوجه نحو طنجة، البوابة التي تجمع بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. لكن الطرقات المغربية ليست فقط للتنقل، إنها تحمل قصص الناس، الأسواق التقليدية الصغيرة، القرى البسيطة التي تروي قصصا عن حياة الناس وعاداتهم. إنها طرق مليئة بالحياة، وعندما تسافر فيها ستكتشف أن كل منعطف يحمل معه حكاية جديدة. في حكايات الطريق مع نور الدين، هدفنا أن نلهمكم لنكتشف معا جمال الخفي في كل الرحلة. إذا كنت من عشاق السفر أو حتى من محب الاستماع إلى الحكايات، فأنت في المكان المناسب. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا تجاربكم معنا في التعليقات، وأخبرونا ما هي الطرق التي تريدون أن نستكشفها في الفيديوهات القادمة. إلى اللقاء في رحلة جديدة وحكاية أخرى.